لما دخل عليه هذا الشهر، اي اخر سنة صام فيها شهر رمضان، لما دخل عليه هذا الشهر كان ليلة يفطر عند عبد الله بن جعفر، وليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، ولا يزيد بافطاره على نوع واحد، اما يقدموا له خضر او يقدموا له شيء من اللبن الرائب مع الخبز، كان يفطر عليه ويقوم الى صلاته. الى ان صارت هذه الليلة، جاءت هذه الليلة، كان ذيك الليلة افطار وين؟ ببيته. تقول ابنته ام كلثوم، تقول اني قدمت له الافطار وضعت بعض النباتات، فقال لي بني تريدين ان يقولوني بيدينا؟ شيلي واحد من الأذانين خليلي مع الرصيف ونريد الخرج. تقول بعض أحد الأذانين تناول إفطاره ودخل شرع في صلاته. لاحظت عليه حالة لم أكن ألحظها من قبل، رأيته يخرج يطيل النظر بالإفطار إلى النجوم الليلة التي يذهب فورا الى المأذنة. جاء الى المأذنة بدأ يؤذن، وكان اذا اذن تضطرب حيطان المسجد. اذن، لما فرغ من الاذان اقبل يتخطى يخطو الى محرابه ويوقظ النائمين بالمسجد، يقول: عباد الله، الصلاة
الصلاة. لما توسط المسجد يقول بعض من كان بالمسجد: نظرنا الى بريق السيف وسمعنا صوتا يقول: الحكم لله لا لك يا علي. واقبل علي الى محرابه، ما كاد يركع الركعة الاولى ويرفع رأسه الا والسيف على رأسه، فسقط الى الارض مناديا: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودي، لا يفوتنكم الرجل. وسمعنا الصوت: تهدمت والله أركان الهدى، انهدمت والله العروة الوثقى، قتلت الأتقياء، قتلوا أشقى الأشقياء. أقبل الناس يهرعون يمينا وشمالا ينادون: وسيدا. وأقبلت عياله وبناته وحطن به وهو بالمحراب. وانت على المحراب طايح وشيابك بالتراب، ملهود من حر الصواب. وقفنا ونثرنا الدرس الشاب. ما أبقاه الإمام الحسن قال كثيرا بالمسجد، هجم الحسين حملاه إلى الدار ومن ورائه عائلته، ما كاد يدخل إلى الدار حتى أحاطت به بناته. أبويا الدار ظلمة وانطفى النور، وانطفى النور يا حامل حمايا بدر البدور. كنت شورنا وتهدم الشور. هذا علي أمير المؤمنين لقم.